عليك الله يا خير الورى، تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. حقيقة الذي شدني إلى اللقاء اليوم والحديث عن هذا اللقاء اليوم، كنت حضرت موضوعا عن المدينة النموذجية التي يريدها الإسلام، عن بعضهم يسميها المدينة الفاضلة. أنا أتكلم عن النموذج الذي يقدمه الإسلام للعالم وللبشرية كمدينة يريدها الإسلام ومسلم يريده للبشرية بكاملها. وكنت حضرت عن مكة المكرمة في هذا كلاما طويلا، لكنني اليوم شدني حقيقة سؤال وجدته يتكرر بين فترة وأخرى، لكن يعني تكراره جعلني حقيقة أقف عند هذا السؤال. السؤال الذي يقول دائما في مواقع التواصل الاجتماعي: ما هي الشخصية التي تحبها؟ أو ما هي الشخصية التي تراها ممتازة؟ أو ما هي الشخصية التي تؤثر فيك؟ أو ما هي أفضل شخصية تراها موجودة في الواقع؟ وغير ذلك من هذه الأسئلة التي هنا وهناك. العجب ليس في السؤال، وإنما العجب في الإجابات التي تلاحظها. حقيقة إجابات تعطيك مجموعة من المعطيات، تعطيك مجموعة خطيرة جدا من الملاحظات. أولا من هذه الملاحظات تعطيك السطحية التي يعيشها المجتمع، تعطيك العقلية التي شكلت عبر السنوات الطويلة هذه كلها. شكلت عقلية هذه تحب ما من حقه ألا يحب. يعني تجد مثلا من ضمن الإجابات من يحب الحمقى، من يحب المهرجين، من يحب السفهاء، بل أشد من ذلك أنك تجد من يحب السرق، من يحب مصاصي الدماء، من يحب القتلة، من يحب المجرمين. عجائب جدا. وقليل جدا من تجد من يحب العلماء أو يحب المثقفين أو يحب ذوي الأيادي النظيفة والأيادي النزيهة، إلا ما رحم الله. لكن تجد عدد كبير جدا من يدافع عن السذج، عن الحمقى، عن الأغبياء، عن شيء عجيب جدا. الذي حقيقة هذا آلمني كثيرا، هذا الموضوع جدا جدا آلمني وجعلني أقف على مجموعة من الأمور. إذا كان هذا هو حال المجتمعات في حبها للقدوات، أن يحب السخيف وأن يحب الساذج وأن يحب المهرج وأن يحب الغبي يعني ليس عيبا في هذا الساذج أو الغبي أو المهرج أن الناس حبوه. العيب في ذوقيات المجتمع، العيب في المجتمع الذي رفع من هؤلاء. ليس عيبا لو أن رجلا تعرى أمام المجتمع، نقول هو فعلا عيب فيه، لكن الأشد عيبا أن يجد من يصفق له، الأشد عيبا أن يجد من يصفه أنه رائع، الأشد عيبا أن تجد من يحبه، من يدافع عنه، من يقول هذا مخترع، هذا أتى بشيء غير طبيعي. هذا هو العيب هنا، هذا هو الشيء الذي لا يقبله عقل. أحبابي، يعني بالحب الحقيقي نستطيع أن نبني أمما. الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنا آتي به، وليس لي أن أتحدث إلا عن رسول الله، لا أمتلك إلا الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام. فكيف كان الحب في حياته عليه الصلاة والسلام؟ الحب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تكتيك يستدعيه في لحظة ويلغيه في لحظة. نحن الآن نستدعي الحب في حياتنا لانعدامه في قلوبنا إلا ما رحم الله. نستدعي الحب في سلوكياتنا، في أقوالنا، في أفعالنا. كن رئيفا، كن رحيما، كن حنيا، كن محب، تعامل مع الناس بحب، لأنه للأسف غير موجود إلا بالاستدعاء، إلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن الحب تكتيك، لم يكن الحب شيء يستدعى، كان يعجز عليه الصلاة والسلام عن إيقاف الحب حتى مع أعدائه. ولذلك هذه مسألة الأولى عندما أتحدث عن الحب في حياة محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، عندما أتحدث عن الحب وعندما أقول الحب في حياة رسول الله، فأنا أتكلم عن الحب الذي يجب أن نكون عليه أنا وأنت. عندما أتحدث عن الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم عن الحب في الإسلام. عندما أتحدث عن الحب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إنما أتحدث عن الحب النموذجي، وليس الحب الزائف، وليس الحب المنحرف، وليس حب يعني
واحد. رقم اثنين، أن الحب في حياة النبي عليه السلام ليس شهوة، ركز على ذلك، وهذه قضية مهمة جدا. الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس شهوة عابرة، بل جبلة خلق عليها وفطر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ركز على هذا، وهذا كلام مهم جدا. الحب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ليس شهوة عابرة، ليس شهوة وليس مختزلا في حب الرجل للمرأة أو في حب الذكر للأنثى. لا لا، الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس شهوة عابرة، وإنما جبلة، وإنما فطرة فطر عليها عليه الصلاة والسلام. أي أنه كما أنه خلق بيدين خلق بالحب، خلق بعينين خلق والحب معه، خلق بلسان خلق والحب معه صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين. رقم ثلاثة، الحب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ليست ظاهرة مؤقتة تمر أحيانا وتفتقد أحيانا أخرى. لا، الحب في حياته عليه السلام ليس محطات، بل الحب في سلوكه عليه الصلاة والسلام أمر دائم لا يغيب. الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر دائم لا يغيب، لا يفتقد. كان يعامل أقرب الناس إليه بحب، وكان يعامل أبعد الناس منه بحب، كان يعامل الصديق بحب، وكان يعامل العدو بحب، كان يعامل المصيب بحب، وكان يعامل المخطئ بحب، كان يعامل الصغير بحب، وكان يعامل الكبير بحب. هذا رسول الله. الحب في عابرا، لم يكن قضية مؤقتة في لحظة من اللحظات، لا، كان الحب في حياته صلى الله عليه وسلم أمر دائم لا يمكن أن يغيب في حياته صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، أن الحب يقف خلف كل سلوك، وخلف كل فعل، وخلف كل موقف، وخلف كل حدث، وخلف كل فعل يقوم به عليه الصلاة والسلام. ركزوا على ذلك. نحن للأسف الحب يقف يعني أحيانا خلف أقوالنا، أحيانا خلف سلوكياتنا. اختزلنا الحب في حب الرجل للمرأة، اختزلنا الحب في حب العشاق، اختزلنا الحب في حب الزوج لزوجته إن أحبها، اختزلنا الحب في حب الشاب للشابة. الحب أعمق من ذلك. الحب هو إكسيد الحياة. الحب هو الشيء الذي تعيش به الأمم. كان الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينبع من قلبه، ينبع بطريقة فياضة، يتدفق بغزارة، ولم يكن قطرات، لم يكن حالات نادرة. كان الحب يتدفق من قلبه صلى الله عليه وسلم بطريقة فياضة، يتدفق، يضخ ضخا كما يضخ الدم في العروق وفي الأوردة وفي الشرايين، يضخ الحب في الأمة. ولذلك لان له وبحبه عدوه، وأحبه من أبغضه. يأتي إليه رجل فيقول يا محمد والله إنك كنت من أريا، وإنك الآن من أحب الناس إلي. تدرون ما سر ذلك؟ سر ذلك حفظكم الله، سره وسببه بسبب حبه لله. هذا الحب المتدفق من النبي صلى الله عليه وسلم سببه حبه لله. كان يحب الله حبا لا يوصف، لا حدود له. الشيء الذي يعجز، الشيء الذي لا يمكن وصفه هو الذي لا يحد. أعود. الحب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان نابعا من حبه لربه. ومن أحب الله أحب عباد الله، ومن أحب الله أحبه عباد الله. إذا أحب الله عبدا نادى ملائكته فقال يا ملائكتي إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل الأرض، فيكتب له القبول في الأرض. ولذلك تجدون أناسا إذا اشتد الخلاف في المجتمع تجدون أناس معينين الكل يتفق على حبهم، الكل يتفق على حبهم، إلا من كانوا من أسوأ الناس، إلا من كانوا دعوهم، هؤلاء لا يحبون إلا أصنافهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لربه أنه كان يقول إن لم يكن، يقول يا رب. اسمعوا هذه الجملة الجميلة التي حقيقة أنا عاجز عن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مناجيا ربه، يقول يا رب إن لم يكن
اسمعوا ركزوا على هذا. قال يا ربي بعدما عاد من الطائف، قال يا رب إن لم يكن يا رب بك غضب علي فلا أبالي. فضل الكلمتين هذه. قال يا رب إذا أنت غير غاضب علي لا يهمني الناس. يا رب إذا أنت راضي عني لا يهمني من غضب علي. يا رب إذا كنت أنت غير غاضب علي فلا يهمني من رضي عني. يا رب لا يهمني إلا رضاك. يا رب إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لا يهمني ماذا حصل. بسبب هذا الحب الذي كان يعيش في قلبه لربه تعامل مع كل شيء بالحب. ركزوا على بسبب هذا الحب الذي كان يملأ قلبه لربه تعامل مع كل شيء في الحياة بالحب، حتى أحب الجمادات. ينظر إلى جبل أحد فيقول جبل يحب أحد، جبل يحبنا ونحبه. يحب جبل، نعم، لديه فائض من الحب. بعض الناس تتمنى أن يحقنوه حب، بعض الناس تتمنى أن يكون فيه قليل، فيه دم وفيه عظام وفيه لحم، لكن ما فيه حب، ما فيه. يتمنى أنه لو الحب يباع يغذوه حب. النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه حب فائض. النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه حب يعمر البشرية بأسرها، ولذلك كان يقول نحب الجبل، جبل يحبنا. أحبه الجمل، ذلك الجبل، وهنا أحبه الجمل فجاء إليه وشكى إليه. أحبته الشجرة في وسط الصحراء، قال لها أقبلي فأقبلت ووقفت بين يديه فقال تشهدي أني رسول الله؟ قالت نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أحبه من؟ الحب يا أيها الكرام نعمة عظيمة من حرمها. الحب نعمة عظيمة من حرمها فهو في جملة الأموات، ميت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع كل الصحابة بالحب. أعطيكم قصة، اسمعوا هذه القصة الجميلة. إذا أردت أن تغير سلوك أحد فابدأه بالحب. إذا أردت أن تغير سلوك ولد لك بادره بالحب. إذا أردت أن تغير سلوك زوج أو زوجة بادرهم بالحب. إذا أردت أن تتعامل مع المجتمع كيف تريدهم أن يعاملوك وأنت تبادلهم الكره؟ كيف تريدون القوى السياسية أن يحلون وضع البلد وكل منهم يقتل الآخر؟ يتعاملون بغير الحب، بغير الحب. لا حكام يحبون شعوب ولا شعوب يحبون حكام إلا ما رحم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ، كان يحب معاذ وكان يتمنى لمعاذ الخير. تدرون ماذا فعل؟ يا الله أي موقف عاشه معاذ. والله يا إخوة لا أعلم أي لحظات عاشها معاذ في تلك اللحظة. تدرون أي لحظة؟ تخيلوا أنفسكم في تلك اللحظة. يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ يقول يا معاذ أقبل. معاذ بن جبل أعلم أمة رسول الله بالحلال والحرام، يأتي يوم القيامة وقد سبق العلماء يعني بمسافة في العلم، فيقول يا معاذ اسمعوا المتحدث رسول الله والسامع معاذ، يقول يا معاذ، قال نعم يا رسول الله. قال يا معاذ والله، الرسول يحلف قال والله يا معاذ إني لأحبك. معاذ أي شعور يعيشه معاذ في تلك اللحظة؟ وصلت المعلومة إليكم يا أحبابي؟ أي شعور يعيش. تخيل نفسك الآن أنت أمام رسول الله، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمام رسول الله، فيقول لك يقسم. الرسول ليس بحاجة إلى القسم، ليس بحاجة إلى القسم، وليس بحاجة أن يؤكد بإني. لو قال أحبك يكفي بها جائزة. قال يا معاذ والله إني، تأكيد ولام التأكيد، لأحبك. معاذ تلعثم، معاذ عجز عن الكلام، قال وأنا والله يا رسول الله أحبك، وأنا والله يا رسول الله أحبك. قال يا معاذ مرة ثانية والله إني لأحبك. قال وأنا والله أحبك يا رسول الله، وأنا كذلك أحبك يا رسول الله. أي شيء أحب إلي منك، أي شيء في الدنيا. لولا حبي لك لما اتبعتك، لولا حبي لك لما سرت على نهجك، لولا حبي لك لما تركت الدنيا بأسرها وأتيت لك.
ولذلك إن المحب لمن يحب مطيع. معاذ بن جبل يقول نعم وأنا أحبك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أشهر حبه للصحابة، قال عن الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما. يقول هكذا، قال والله يا رب أنا أحبهما فأحبهما. أعلن حبه لأبي بكر وعمر، وأعلن حبه لعائشة، وأعلن حبه لأجدادنا اليمنيين الأنصار. قال لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، ألا إني لأحب الأنصار وأبناء الأنصار يحبكم النبي صلى الله عليه وسلم يا أبناء الأنصار، يحبكم يا أهل اليمن. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالحب. أتعرفون أحد له متابعين ولا مغردين ولا محبين في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في الواتساب ولا في غيره يبلغون مليار أو 2 مليار؟ هذا رسول الله متابعين له 2 مليار إنسان، ولا عنده فيسبوك ولا عنده تويتر ولا عنده واتساب ولا عنده ولا شيء، وعنده 2 مليار متابع. حب، إي وربي إنه حب للنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تأخذ من أي إنسان أي شيء، يمكن أن تسلب منه ماله، أن تسلب منه بيته، أن تستولي عليه، أن تفرض عليه شيء، إلا الحب لا يمكن أن تفرض عليه حبا. لا يمكن إطلاقا. لا يمكن أن تفرض على الإنسان أن يحبك بالقوة. الحب لغة لا يتقنها إلا من أحب الله. الحب أيها الأحباب لغة خاصة لا يتقنها أي إنسان إطلاقا، ما يتقنها أي إنسان. ولذلك الحب نفتقده في مجتمعنا. لو كنا نملك الحب، وما زال في اليمن، والله أقولها بصدق، ما زال في اليمن لدى الشعب اليمني ما زال الحب هو الذي يجعل القوي يحن على الضعيف والغني يتصدق على الفقير. السياسيون حرموا من هذه اللغة إلا ما رحم الله. السياسيون حرموا من هذه المادة، بينما الشعب اليمني تجدون أن الجار يحن على جاره والصديق على صديقه ويهتم بعضهم ببعض. وما إلى أن أتواصل معي بعض الشباب من السويد وبعضهم من أمريكا وبعضهم من دول الخليج، يا شيخ عندي الأضحية بدل ما سأرسلها إليك توزعها. بالحب يمكن أن نتغلب على كل مظاهر الحقد. بالحب يمكن أن نقيم المجتمع. بالحب يمكن أن نحقن الدماء. بالحب يمكن أن نكفر بالخارج. بالحب يمكن أن نعيد الأمن والأمان. بالحب يمكن أن تستقر بلادنا. بالحب يمكن أن نكون بلدة طيبة ورب غفور. بغير الحب والله لا مجلس أمن. والله وبالله وتالله أن مجلس الأمن يعمل ضدنا ويعمل لقتلنا ويعمل من أجل تشريدنا ومن سار في كوكبته. إن لم ننطلق من حب داخلي في قلوبنا لبعضنا البعض لا يمكن. أحبكم في الله، أحب كل صالح، كل تقي، أحب كل من قال لا إله إلا الله، أحب كل من حفظ لسانه من الوقوع في أعراض المسلمين، أحب كل من سلم يده وسلم جسده وأعضاءه ويده من الولوغ في أعراض المسلمين، أحب كل من أحب إخوانه المسلمين، أحب كل من أطاع والديه واتقى الله في أولاده وأصلح اتقى الله في زوجته وأصلح الله أولاده. أحب كل من يحب إخوانه. جمعني الله على طاعته وإياكم، وشكر الله لكم، وأجدكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره.